ما درستش الفن، معايا بكالوريوس دراسات سياحية. بس بحب الرسم من وانا صغيرة. كنت برسم عادي رصاص وزيت مسطح. كان عندي حاجة ان انا بحب ارسم احلامي، كان عندي كوابيس متكررة واحلام متكررة، فحبيت ان الاحلام دي توصل بشكل مجسم اكتر. فقعدت كده ادور مع نفسي ان ازاي اعمل لوحة مجسمة، فوصلت لحاجة اسمها البيت الاسمنتي. حاجة كده ركبتها مع بعضها، خامات بجيبها وبعمل اسمنت على خلطة مصلبات، بحيث ان اللوحة تبقى بارزة وتتلمس كأن الشخص اللي بيشوف اللوحة داخل جوه الحلم او جوه. فطلعت لوحات كأنها منحوتة ومن خامات مختلفة. ودلوقتي هنعمل لوحة مبسطة لأبسط الخامات للتحجير. هنبدأها مع بعض دلوقتي ونخلصها إن شاء الله ونشوف النتيجة هتبقى. أول حاجة بيبقى عندي لوح أبلكاش عادي، بتكون عندي الفكرة طبعا يعني في راسي اللي أنا عاملاها. برسمها الأول بالرصاص، ما بيبقاش رسم 100%، هو مجرد تحديد مكان العناصر يعني. أنا كده حددت بشكل عشوائي العناصر هتبقى فين بالرسم بالرصاص. بركن اللوحة على جنب وبكون مجهزة لها الخامات اللي أنا هستخدمها. يعني أنا مثلا اللوحة دي هستخدم فيها قماش للوشاح اللي على العين، بحطه برضو مبدئيا يبقى جاي كده، أبقى عارفة مكانه على اللوحة هيكون فين يعني. هستخدم هنا سفنج للحجر، برضو ببقى محددة الأماكن بتاعته. دي الأماكن اللي هتتحجر وتبقى بارزة. ببدأ أحضر خلطة التحجير بتاعتي. الخامة الأساسية اللي بستخدمها هي الأسمنت. ده ثابت في كل الخامات وفي الحاجات، هو أساس الخلطة يعني. بعد كده بستخدم المصلبات، دي بتختلف حسب الخامة اللي أنا هحجرها. المصلبات دي بتخلي الخامات ثابتة على بعضها، فتنتجها في الآخر كأنها منحوتة، مش مجرد يعني مش خامات ملزوقة ممكن تتخلع أو ممكن تتكسر. في بعض الخامات بتحتاج شوية بودرة سيراميك بتضاف على الأسمنت، وفي خامات ما بتحتاجش. في التحجير في خامات ما بتحتاجش. نسبة المية بحطها حسب برضو الخامة اللي أنا هحجرها. هي هتحتاج تبقى السيولة بتاعت الخامة ايه يعني. خامة بقى بشربها في الخلطة دي لحد ما يعني مثلا القماشة هنا تشرب خالص الخلطة، تبقى كل حتة فيها شربها عشان ما يبقاش في حتة متحجرة وحتة لا لسه طرية. هبدأ بقى اعمل تجاعيدات القماش. انا عايزة الوشاح ده يبقى كأنه كده طاير من على عينين البنت اللي انا رسمها، ياخد اللوحة من اولها لاخرها. ابدأ ادي التجاعيد كده. طيب هنا انا هحجر
الاسفنج بيبقى محتاج ان الخلطة تكون سايلة شوية. اشربه بزود مية وازود مصلب عشان برضو يمسكها اكتر. دي كده انا خلصت تاني مرحلة بعد الرسم بالرصاص، اللي هي مرحلة التحجير، ان انا بحجر الخامات وبدي كل البروزات. خلاص اللوحة كده اخدت البروزات بتاعتها، بسيبها تنشف. التالت مرحلة ان انا خلاص اول حاجة بالرصاص، بعد كده حجرت الخامات، باجي لمرحلة العزل. العزل ده اهميته ان هو بيدي اللوحة كلها روح واحدة كده، عشان لما ابدأ بقى ارسم بالوان الزيت بالفرشة تبقى اللوحة كلها قدام، ما احسش ان ده قماش ليه ملمس وده حجر ليه ملمس، يعني يبقى كله نفس الملمس، وفي نفس الوقت يعزل الابلكاج ده عن الالوان اللي انا بلون بيها. انا بستخدم هنا للعزل دريتون، بجيبه عادي يعني من الموان. اللوحة كلها بتدهن بالطبقة العازلة دي لحد ما تديني كلها لون ابيض كأنها ورقة بيضة عندي، عشان ارسم عليها بعد كده براحتي. عايزة ارجع ارسم تاني العناصر بالرصاص والونها، عايزة الون فرشة على طول، ادي الملامس اللي انا عايزاها بالرسم، اعيش بقى مع اللوحة زي ما انا عايزة بعد ما اكون نشفتها. انا كده خلصت مرحلة العزل، دهنت دريتون على اللوحة كلها، بقت قدامي بيضة. التحجير بياخد حسب الخامة، يعني علشان التحجير ده ينشف القماش بياخد وقت، الاسفنج بياخد وقت ده، لكن مرحلة العزل ممكن تاخد كام ساعة والدريتون يكون نشف، يعني الدريتون خلاص نشف. ببدأ بعد كده بالقلم الرصاص تاني العناصر اللي انا كنت رسماها احددها برضو بشكل عشوائي. يعني هنا دي الوشاح اللي مغطي العين، بروح بالقلم الرصاص كده مكملة. هنا مثلا هيبقى بقية الوش، الرقبة نازل من بعديها الكتاف. العناصر اللي انا هلونها بقى التلوين الزيت، هنا الديب اللي فوق راسها هياخد المساحة دي، اللي هو بحدد المساحات. انا هنا ده العنصر الفلاني، هنا العنصر الفلاني، عشان ابدا بعد كده اشتغل عليها بالوان الزيت وادي الرطوش والظل، وادخل بقى في مرحله اللي هي شغل التصوير او شغل الرسم. يعني بعد ما خلصت التحجير والعزل وبقت قدامي اللوحه بيضه خالص كانها ورقه، ببدا اشتغل عليها بقى ظبط النسب. ظبطت نسب تحديد العناصر فين، ابدا ادي بالفرشه الظل والضوء. انا بحب رسم الزيت، مرتبطه بيه، بحب اكتر ادي ظل وضوء بالزيت، واحساسه نفسه في الرسمه، يعني ملمس واحساس مختلف يعني. فاكمل التلوين، تلوين اللوحه بالالوان الزيت اللي هنا. انا ما بعتمدش في اللوحات على التحجير بس، يعني مش مجرد ان هي كتل بارزه بلونها وخلاص، لا، لازم بيكون في شغل التصوير اللي هو شغلي اصلا كفن تشكيلي، ان انا بعمل بقى ادي ملمس الشعر هنا، ادي غائر بيكون على الغامق، بدي الفاتح لو في اضاءه، اشوف مسقط الضوء جاي منين من اللوحه. يعني مثلا هنا القمر، يبقى الضوء هيكون نازل ازاي، الحته دي هتكون منوره. كل ده طبعا ده شغل الرسم بقى نفسه، مش مجرد كتلة بروح ملوناها او حتة حجر اروح ملوناها. لازم بدي ملامس مختلفة وادي ظل وضوء مختلف للوحة، يديها برضو بيخدمني في الشكل الواقعي اللي انا حباه. اهم حاجة عندي في اللوحات اني اوصل الاحساس الواقعي للوحة، اللي هي فكرة توصيل الاحلام برضو. هي كده تعتبر اللوحة خلصت كعناصر وظل وضوء وملامس. وبتتساب بقى، طبعا الوان الزيت بتاخد وقتها علشان تنشف، بتتساب على التعليق.